السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجه بنعملها، اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناه. بنتي طلبت مني رقاق طري فمش لاقيه في الصوره طري. هل انا بقى اغلب اقعد؟ لا طبعا. فلو اني تعبانه وقالت لي لا يا ماما خلاص، فطبعا هي مش بتتوحم، هي خلاص شهور الوحم عدت. وطبعا احسن البنت تطلع في وشها رقاقه ولا حاجه. هي لسه الدكتور قال لها اللي في بطنك بنت، ادعوا لها اللي ربنا يقومها بالسلامه، بس هي نفسها تاكله. فانا هعمل ايه؟ 4 كوبايات دقيق، يعني الدقيق دون اهون، اللي قصدي كوبايه دي هعاير منها 4 كوبايات وهنعمل مع بعض الرقاق الطري. طب هنعمل الرقاق الطري ازاي؟ انا دلوقتي هعاير 4 كوبايات دقيق. 4 كوبايات يعني نص كيلو دقيق. دون مش لبن، اللبن دون لبن الفيديو اللي انا كنت عاملاه، اللي انا طلعت الزبده ده للخض بتاع الزبده، يعني ده اللبن اللي بيطلع من الزبده اللي انا عملتها من القشطه. لو انتم متابعين قناتي وعارفين طبعا، لا اما ميه لا دون، يعني مش لازم يعني نحط اللبن الخض دون. انا موجود عندي فقلت اعمل بيه النص كيلو الرقاق اللي هعمله. فطبعا لا ميه، ومعلقتين زيت، معلقه هنحطها في العجينه ومعلقه هنفرد بيها، وهعمله على البوتاجاز من فوق سهل جدا. انا عملته قبل كده في القناه وهعمله مره تانية بس باللبن الخض. فهحضر بقى الدقيق عشان ما يدلقش مني، بس بصوا. وطبعا ذره ملح بس، ما بتحطلوش خميره. ولو عاوز تحطي ذره سكر برضو، ربع معلقه سكر وربع معلقه ملح ل4 كوبايات، عشان انا هعمل نص كيلو بس، عشان انا تعبانه برضو مش قادره اقف، فقلت اعملهم على الواقف كده، وانا يعني ايه اشجع نفسي وافرفش نفسي كده شويه، عشان خاطر انا كنت تعبانه. فقلت العمايل هي اللي بتخليني ايه ارجع لحالتي الطبيعيه يعني. فيلا بينا هحضر بس اجيب الدقيق وهوريكم. حبايبي حطينا الدقيق، هنحط عليها ذره ملح، يعني ايه يعني ربع معلقه ملح بس كده. ولو عاوزه تحطي ذره السكر حطيها. ثانيه واحده. يعني بص حبه صغيرين بس عشان يديله لون حلو كده، ويديله برضو اللي يطعم العجينه. بتاعه الملح مش براده تنزل شويه، نحط نقطه ملح تاني بس، ونقلبهم بقى على بعض كده، ونعجن بقى ايه باللبن الخض. ده هو اللبن خض مش لبن حليب، ده اللبن اللي طلع من القشطه اللي احنا عملناها زبده. بصوا نقعد نحط، وهو برضو فيه حتت قشطه، يعني حاجات بسيطه، يعني حتت قصدي زبده، ونقعد نعجن بقى. بصي العجين نجاحه في العجن، اي عجين، عجينه بيتزا، عجينه رقاق طري، عجينه رقاق ناشف، عجين ذات نفسه، اللت والعجن. شفتوا كده لما تقعدوا تلتوا وتعجنوا في الموضوع بيتكاثر وبينفش وبيزداد يعني. فاحنا نقعد نلت ونعجن كده زي اي موضوع الناس بتقعد تلت وتعجن فيه. حبه اللبن الخض خلصوا، هكمل بميه عادي جدا. فانا هقعد اعجن بقى كده لغايه ما اوريكم العجينه شكلها هتبقى عامله ازاي. بصوا دلوقتي يا حبايبي انا اهو، بصوا بعجن فيها، بصوا بعجن فيها اهي. عاوزين نعرف اذا كانت عجنت، يعني دون برضو حاجه عاوزه يعني تستفيدوا من الفيديو دون. ما هو رقاق طري انا عملته قبل كده، بس في حاجات برضو ايه عشان اعرفكم العجينه بتعجن ازاي. اذا كان عجينه رقاق، عجينه بيتزا، تشد العجينه كده. بصوا قطعت لسه، او هي دلوقتي تعتبر اتعملت، بس عاوزه حبه برضو ايه ده وعجن شويه. ساعه ما تشد العجينه وتلاقيها ما تقطعش منك، تعرفي ان الحاجه دي هتطلع منك ناجحه. فديا ايه يعني عمالين نعملها اهو. هقعد اعملها كمان دقيقتين كده وهجيب لكم بقى ايه المنظر النهائي بتاعها. يعني هي لمت خلاص اهي، بصوا اهي بصوا عملتها قدامكم. بصوا ما قطعتش ازاي، مش زي اول مره يعني كده. خلاص العجينه بتقول لك كفاياكي بقى ضرب فيا، حرام عليك. زي ما بنتي دلوقتي داخله عليا تقول لي حرام عليك يا ماما، انا بدات الدايت، عامله لي رقاق طري ليه؟ انا بحب الرقاق الطري. طب انا راضي مين فيهم يا ريس؟ انا راضي في مين فيهم؟ بنتي الحامل اللي بتتوحم على الرقاق الطري، ولا بنتي اللي متدلعه اللي لسه في 4 كليه وبتعمل دايت، لو انها مش تخينه بس بتعمل دايت؟ فانا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هعمله، واللي ياكل، واللي عاوز يعمل دايت لازم يبقى عنده اراده، صح ولا غلط؟
فانا بقى هسيب العجينه بس تستريح، وهقرصها قرص قد الليمونه عشان ايه، ونسيبها تستريح. وانا هوريها لكم بعد ما اقرصها او وانا بقرصها يعني بصوا هنقرص كده بصوا اهي كده اهو، بصوا كده. بس هسيبها تستريح بس شويه عشان خاطر ايه، نريحها. هي ما بتلزقش، مش عارفه، حاسه ان هي عاوزه حبه دقيق، اديها حبه دقيق تاني ولا العجينه حلوه ولا ايه بالظبط؟ لا هي عايده. بصوا اهم حاجه، لا دي ايدي السخنه، ايدي بقى، ايدي دي استنوا اهي، ايدي دي ما فيهاش حاجه. اهم حاجه اللي ما فيش دقيق جه فيها، ما فيش عجين جه فيها، يبقى كده العجينه مظبوطه. العجينه ايه، مش ماسكه لان عجينه الرقاق الطري بتبقى عجينه قاسيه، مش عجينه بتلزق، مش عجينه قصدي سايبه يعني. فانا هسيبها بس تستريح شويه، كل ما تستريح اقعدها تاني. هحطها بس في الطبق بتاعها دون، هسيبها تستريح شويه وايه دي 5 دقايق بس، وهقرصها مع بعض ونسيبها برده تستريح 5 دقايق تاني، وبعد كده نعملها بالنشابه بقى، وهسويها لكم على النار وهوريها لكم منظرها يا حبايبي. استريحت 5 دقايق وفردناها اهون، بقت يعني طوله كده اهون. هنروح بقى قاطعينها كده اهون، هنعمل كور كده. احنا عاوزين الرقاق عشان الصينيه عندي صغيره، ونحط كده نرش رشه دقيق على الرخامه كده، مش هنوسخ ثواني ولا اي حاجه. ولازم يبقى الكره قد الكره عشان انا هعمل الاثنين على بعض، عشان خاطر ما ايه، يعني في ناس بيعمل واحده واحده عادي، يعني عندك وقت اعملي واحده واحده، بس انا بعملهم 2 أو 3 كمان، بس انا هعمل 2 يعني احسن. انا طريقه ال2 بتنجح مني قوي، 3 ساعات الثالثه بتعوم في النص يعني، او بتتقطع. يعني انا مش محترفه قوي، اصلا انا مش شيف يا جماعه، يعني انا مش شيف برضو، يعني انا ست بيت، بس بعمل حاجه كويسه يعني، وبحب افيد واستفيد، ولغايه دلوقتي والله لسه بتعلم. فانا هقرصهم بقى كلهم كده، بصوا يعني مجرد يعني بصي اهي ما بتلزقش في الرخامه ولا اي حاجه. فانا هعملهم اعملهم وهنشوف هيطلعوا كام يا حبايبي. عملتهم طلعوا 13 واحده، 13 رقايه، وبصوا الرقايه حجمها هتبقى حلو يعني. فانا هسيبهم بقى كده، هجيب كيس بقى ثلاجه كده، كيس ابيض، اي كيس ابيض اسود اي حاجه، وهنسيبهم كده عشان بس وشهم ما يعملش 10 دقايق قبل ما اصبن بس الطبق دون. يعني اصبن المطرح ما عملته ونفردهم مع بعض. انا هفرد الاتنين على بعض وهسويهم على البوتاجاز من فوق في ثواني، هنكون عاملينهم. اسهل من الرقاق الناشف. الرقاق الناشف جميل بس بيزروت الدنيا، يعني انا بعمله بكون هصبن المطبخ عشان بيتعمل بدقيق كتير، وبرده بعملهم، والرقاق الناشف برده بعمله بالرقاقتين على بعض وبيبقى لذ، ودون بيبقى لذيذ، بس ده اسهل. فدايما لما نكون عاوزين نعمل حاجه نعمل الاسهل قبل ايه، مش ضروري يعني. فيلا بينا نروح نشوف يا حبايبي شويه هون بتاع 5 دقايق. هنجيب اول واحده عملتها، وهنروح حاطين بقى، نجيب بقى ايه معلقه، يعني ندهن بقى زيت، لان هو بيتفرد على زيت كده. وبرده هنا هو زيت كده مطرح ايديا، هنروح مبططين كده. يعني في بيتعمل على 3 وفي 2 على بعضهم، انا بعملهم 2 على بعضهم وساعات 3، يعني اللي عنده ممارسة. وساعات ناس والله بتعملوا 4 كمان. ونروح جايبين محضرين كده طبق فيه معلقة دقيق، وبعد كده نرش كده، ونروح دهنين بايدينا كده زيت، ونركن دي على جنب كده، ونجيب التانية ونبططها برضو. نفضل بقى نعمل بقى كل الكمية كده، 2 على بعضهم، 3 على بعضهم، 4 على بعضهم، حسب ما انت مهارتك بتخليكي تعرفي تعملي الحاجة. انا بفضل 2 على بعضهم عشان دول حبة صغيرين، لما بيكون كتير ساعات بعملهم 2 على بعضهم، 3 على بعضهم كده. ونروح بقى راكنينهم شوية ونخلص الكمية. عبال ما نخلص الكمية هيكون كله، هيكون العجينة استريحت برضو معايا. فانا هعمل برضو ايه واحدة تانية، هي دهنة زيت مرة واحدة بس في الارضية كده كده، بس كده، ونركنها على جنب. وهنجيب الواحدة تانية نروح عاملينها كده، ونروح دهنين ايه، جايبين زيت دهنين ديا كده، نحاول نحط في الظروف عشان ما تلزقش، زيت كده بفرشه بقى. انا والله كسلت اطلع الفرشه من الدرج بايديا وخلاص. ونروح ايه رشه دقيق كده، ونحط دي عليها، دي كده
يعني نحاول نفردهم الاتنين على بعض. هنركنهم بقى وهعمل بقى بقيه الكميه دي يعني كلهم زي بعضهم كده ماشي. وهرجع لكم وانا بفرد بقى وبنسوي على طول، يعني هفرد وهسوي. يا حبايبي احنا حاطين اهم اتنين على بعض، واحده تحت واحده، وهنروح برضو عايزين زيت كده كده، ونروح مبططين بقى ايه، ندخل كده بايدينا. وبعد كده بقى، وممكن والله يتعمل بالايد بس لو ما عندكيش النشابه. ونقعد بقى ايه نفرد كده لغايه ما نخليها مدوره. وطبعا ايه في صينيه هنحطها على النار وندهنها زيت مره واحده بس. ونحاول نيجي على الاطراف عشان الاطراف ما تبقاش تخينه. طبعا لما نيجي نشيل العجينه هنشيلها بايه، خايفين تطلع، عارفين عصايه دي الخشب دي كده اهو، هنروح لفينها كده عليها بس لما نفردها. نقعد بقى نفرد فيها. انا عشان ما اطولش عليكم الوقت هفردها واوريها لكم بعد ما افردها وانا بشيلها. انا بس عشان خاطر انتوا بتبقوا الباقات عندكم صغيره، انا لما الباقه بتخلص من عندي ببقى حاسه ان انا ناقصني حاجه، فطبعا الفيديو لو طال بيخلص الباقه. فانا هفردها وهوريها لكم منظرها شكلها عامل ازاي. يعني دلوقتي يا حبايبي فردناها خالص وبقت مدوره اهي. هنروح بقى جايبين دي ومكلفتينها عليها كده اهو، بس اتقطعت مني انا عشان بس بصور بايد، فانا يعني هعملها بايدي التانية، ما انا مش لاقي حد يصورني. وبعد كده هوريها لكم وانا بحطها دلوقتي يا حبايبي اهو. حطيتها على الصينيه، معلش لو كانت بنتي معايا لكن ما حدش معايا في البيت. هولع بقى البوتاجاز وهنشوفها مع بعض وهي بتستوي منظرها عامل ازاي. معلش انا هخلي الفيديو مفتوح عشان اوريها لكم بتستوي. هتحس اللي هي ايه، لونها بيتغير كده، هتروحي ماسكاها مش هتتلسع ولا حاجه، هتبقى ايه هي دافيه بس كده. وهنروح قلبينها الناحيه التانية. بصوا بتلاحظوا فيها بتعمل ازاي فقاقيع كده اهي. بصوا بصوا بنتي نايمه ولا هي هنا اهي. بصوا بدات اهي. انا هقلبها بس يا حبايبي، قلبتها اهون. بصوا نروح قلبينها تاني كده. خلاص هي مش هتلزق في بعضها بقى خلاص، يعني العجين لم. نقعد بقى نقلب فيها لغايه ما ايه تحس اللي هي ايه كلها. وبصوا هي بدات هتفتح من بعضها، وهنطلع الرقاقتين من بعضهم بس لما نشيلها من على النار. بصوا بدات، بصوا انتوا شايفين بتقب ازاي. بصوا انا بستحمل الحراره. بصوا القبه، بصوا نفضل بقى نقلب كده، احنا بنعذب نفسنا كده. خلاص نطفي بقى عليها النار ويلا بينا نروح على الرخامه ونفتحها وايه وافصلهم عن بعضهم. يلا بينا. بصوا يا حبايبي حطيتها هي على الرخامه، وطبعا انت بتقعدي تشوفي الحرف اللي هو بيتسلك منها، يعني برضو بتسلكيها وبنروح ايه ماسكينها كده. بصوا اهي بنسلك، عماله تطلع اهي سهله جدا. بصوا رقاقه من رقاق. بصوا انا بس مني مش مالكه اهو. بصوا اطلعي. طب انا هطلعها وهوريها لكم دلوقتي يا حبايبي. خلصنا الكميه كلها اهي. بصوا ما شاء الله. بصوا ايديا باينه من الرقاق الطري ازاي. بعد واحده اتقطعت مني لان انا واقفه تعبانه، يعني بعد واحده. فهو ده ان 4 كوبايات دقيق عملوا لي بتاع كيلو، يعني لو هتشتروا من بره كيلو رقاق طري يعملوا له صينيتين. يعني اقول لكم اي واحده اتقطعت مني ازاي. يعني بصوا واحده زي كده اهي. بصوا اتقطعت مني بس ايه من النص بس كده، وانا بشيلها لان انا لازم اعمله وهو سخن. فهي دي يعني ايه. لكن لما بتعملي بتركيز وتكوني مش تعبانه كده ممكن تعملي لك كيلو. انا ما شاء الله كنت عامله في العيد، كنت عامله كيلو كان كله ما فيهوش ولا واحده مقطوعه، بس مني ايدي برضو فيها يعني بتترعش شويه. ادي رايحه للدكتور بكره، مش عارفه مش راضي يديني حاجه للاعصاب ليه. بيظبط لي الضغط الاول. بصوا ما شاء الله.
وانا تعبانه قمت عملت حاجه لبنتي نفسها فيها، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتي يا رب. واي ام لازم تعمل زي كده هو يا حبايبي. ما تجيش على نفسك، بس حاجه ايه، 4 كوبايات دي مش حاجه يعني، اكننا واقفين نحمر بطاطستين ما خدوش في ايدي اي حاجه. رقاق طري هنجيبه من بره، دول مش على الفلوس والله، على النظافه، عاملينه في البيت بنظافه، عارفين نوع دي ايه. والرقاق الطري بصوا بصوا، ممكن ينفع كريب، ممكن ينفع رقاق طري، تعمليه على النار، تعمليه في صينيه. فان شاء الله لما تيجي يوم الخميس هعمل لها صينيه رقاق، وان شاء الله هصورها معاكم. لو ما صورتهاش عادي اعمل لهم مكرونه بالبشاميل، وهعمل لهم برضه صينيه رقاق يعني. اشوف بقى اصور ولا مش هصور زي ايه يعني. بصوا كانت بتتقطع مني عشان تبقى الفيديو حاجات زي كده اهو من الحرف، عشان خاطر انا عاوزه مستعجله يعني. لما بتعملي الحاجه برضو بدقه وبتكوني كده رايقه وفايقه، بتعملي الحاجه بتطلع احسن من كده يعني. هو طالع حلو وجميل، وبص اهو بصوا بيتفرد ازاي وجميل، ولا بيتقطع ولا حاجه. بس وانا بسلكه من بعضه لان انا تعبانه ماشي. وده كان فيديو النهارده يا حبايبي. عملت رقاق طري لبنتي عشان نفسها فيه، وعشان خاطر هي حامل والبنت وحامل في بنوته كمان، العيله هتزيد بنوته. اختاروا لنا اسم بقى، يلا شوفوا لنا اسم حلو كده اهو عشان خاطر نسمي البنوته. هي دلوقتي حامل في الشهر الخامس. فيلا الفيديو ده يا ريت يكون عجبكم، فيديو الرقاق الطري. ولو كان عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك عشان القناه تكبر، القناه دي هتكبر بيكم وهتكبر ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.